شككت جوزها في صاحبه انه طمعان فيها علشان تتخلص من الزوج وتورثه وبفلوسه تتجوز الميكانيكي. سماح عندها 20 سنة، بنت جميلة جدا من احدى قرى محافظة القليوبية، بتشتغل في مصنع وبتربطها علاقة عاطفية مع ميكانيكي وبيحبوا بعض، لحد لما في يوم بتتفاجئ ان صاحب المصنع اللي شغالة فيه واللي اسمه حاتم فهمي بيحاول يقرب منها، لكنها بتصده أكتر من مرة. وفي يوم بعد ما خلصت شغلها ومروحة اتفاجئت بعربية حاتم قدام بيتها، وأول لما بتدخل بتلاقي حاتم صاحب المصنع قاعد مع أبوها وبيطلب إيدها للجواز. حالة أهل سماح المادية كانت بسيطة جدا، وسماح شافت إن الجوازة دي فرصة مش هتتعوض تاني، علشان كده قررت إنها توافق على جوازها من حاتم. وبتقول الكلام ده لحبيبها الميكانيكي إن علاقة حبهم هتفضل زي ما هي، لكنها تتجوز من صاحب المصنع علشان ينتشلها من الفقر اللي هم فيه، خصوصا إن سماح والميكانيكي مش هيعرفوا يتجوزوا أصلا بسبب الحالة المادية للميكانيكي. وبالفعل تم الزواج بين سماح وحاتم، وعاشت حياة مرفهة جدا ما كانتش تحلم بيها، وفي نفس الوقت علاقتها بالميكانيكي مستمرة زي ما هي. ولما الميكانيكي طلب منها ان علاقتهم تتطور لعلاقة غير شرعية، سماح رفضت وقالت له انها بتحبه، لكن عندها مبدأ مفيش اي تطور في علاقتهم هيحصل الا لما يتجوزوا رسمي. وقتها الميكانيكي اتهمها انها ما بتحبوش وباعت حبهم علشان خاطر الفلوس، لكنه اتفاجئ ان سماح بتقوله ان عندها خطة لو اتنفذت صح هتورث كل فلوس جوزها، وبعد كده يتجوزوا ويعيشوا في ثراء، وقالت له على الخطة بتاعتها. وقتها سماح بدأت إنها تقرب جدا من حاتم وتظهر له حب ووفائها ليه، وكمان بقت بتساعده في شغل المصنع، عرفت عنه كل حاجة. حاتم ملوش غير أخت واحدة بس متجوزة ومسافرة خارج مصر. الشخص الوحيد اللي كان قريب جدا من حاتم كان هو صاحبه بهاء، صاحب طفولة اتربوا سوا وكان دراعه اليمين في الشغل، وكمان معاه توكيل عام من حاتم علشان الصفقات اللي بيعملها لحساب حاتم. بهاء كان أقرب حد ليه في حياته وبيثق فيه جدا. كمان بهاء ما كانش متجوز لأنه كان بتاع ستات ورافض تماما الزواج، رغم ان حالته المادية ميسورة جدا، وكان من نفس سن حاتم، عنده 30 سنة. ومن كتر حبه في صاحبه بدأ بالفعل انه يدور له على عروسة ويكلم سماح انها تشوف له عروسة محترمة. حاتم وقتها بدأ انه يلح على بهاء انه يتجوز علشان العمر ما يسرقوش ويلحق يتجوز ويخلف، وبالفعل بدأوا يشوفوا له اكتر من عروسة ويعزموها في البيت وفي اماكن عامة، لكن كل مرة بهاء كان بيرفض. وقتها حاتم ما بقاش فاهم إصرار صاحبه على عدم الزواج. في نفس الوقت كانت سماح بدأت تلمح لزوج أكتر من مرة إن بهاء بيتغزل فيها بطرق مباشرة وغير مباشرة، وإنه مش عايز يتجوز غير واحدة تكون شبه سماح، وإن تلميحات وكلام صاحبه ليها مش مريح بالنسبة لها، وطلبت من حاتم إنه يمنع زيارة صاحبه للبيت. كلام مجاملات بهاء لمرات صاحبه كانت طبيعية وكلها هزار، لكن حاتم بدأ الشك يتسلل لقلبه إن صاحبه مستكتر عليه إنه يتجوز واحدة جميلة ومحترمة زي سماح، وبدأ بالفعل إنه يبعد عنه تماما وما يدخلوش بيته. لكن ده ما كانش بيمنع ان بهاء يشوف مرات صاحبه في المصنع، وده لانها كان ليها مكتب خاص بيها وبتتردد على المصنع. وعلى اكتر من مره حاتم كان بيدخل مكتب سماح مراته يتفاجئ ان بهاء قاعد معاها بيضحكوا ويهزروا سوا، وده زود الشك ناحية حاتم إن مراته جايز أعجبت بصاحبه، وبدأ يحصل خلافات بين الصحاب حاتم وبهاء بسبب سماح. وفي يوم سماح اتصلت على بهاء بالليل وقالت له لازم يتقابلوا ضروري في المصنع، وبالفعل بهاء راح، وأثناء ما كانوا بيتكلموا فجأة الزوج دخل عليهم واتهم صاحبه إنه بيخونه مع مراته وضربه طلقتين. وقتها أمن المصنع بيسمع الصوت وبيتفاجئوا إن حاتم وقع على الأرض وسط بركة من الدم، وبيتم إبلاغ رجال الأمن والاتصال بالإسعاف، وبيتم نقل بهاء للمستشفى وهو في حالة خطيرة. وحاتم بيتم القبض عليه، وبيعترف انه سمع مراته سماح بتكلم صاحبه وتقوله انها هتنزل تقابله في المصنع، ولازم تكون دي المقابله الاخيره ليهم، لانها تعبت من مطارداته ليها طول الوقت وعيب يخون صاحبه ويبص لمراته. وبعدها سماح نزلت وبالفعل راحت المصنع بعد ما قالت لحاتم انها نازله علشان تشتري طلبات. ووقتها حاتم مشي وراها وما ظهرش ليها انه سمع مكالمتها، لانه كان عايز يتاكد من خيانه صاحبه ليه. وبالفعل اول لما وصل ودخل المصنع لقى سماح وبهاء قاعدين جنب بعض في المكتب. وسماح اول لما شافت جوزها اتخضت وقالت له ان بهاء مصمم انها تتطلق علشان يتجوزوا، وانها كانت جايه علشان تبعده عنها لانها مش عايزه مشاكل. فالغضب سيطر على قلب حاتم وطلع الطبنجه وضربه بيها طلقتين. وبالتحقيق مع سماح اكدت على كلام جوزها وقالت ان من اول يوم جواز ليها وبساطه نظرات وكلام بهاء ليها كان كله اعجاب وغزل، لحد لما طلب منها بشكل صريح انها تتطلق علشان يتجوزوا، لكنها رفضت.
وبعد حوالي أسبوعين حالة بهاء بتستقر، وباستجوابه بينكر كل اللي حصل، أو تحديدا أنكر الحادثة، وقال إن صاحبه كان بينظف الطبنجة بتاعته والطلقتين طلعوا غصب عنه. ودي كانت حاجة غريبة جدا، ليه بهاء ما دافعش عن نفسه وكمان طلع صاحبه من جريمة الشروع في قتله؟ وبناء على أقوال بهاء بيتم الإفراج عن حاتم، اللي تخيل إن صاحبه حس بتأنيب الضمير علشان كده خرجه من التهمة. وبعد كده كل واحد فيهم بينفصل عن التاني تماما، وبهاء بيستقل بشغله. لكن من وقت الحادثة دي وحالة حاتم النفسية بقت سيئة جدا، وبعد كام شهر سماح بتصحى تلاقي جوزها نايم وما بيردش عليها بعد ما شرب كمية كبيرة من المواد المخدرة، واستدعت الدكتور اللي أكد إنه مات لكنه شاكك في وجود شبهة جنائية. وبيتم إبلاغ رجال الأمن وتحويل الجثة للطب الشرعي. الطب الشرعي أكد إنه مات نتيجة توقف عضلة القلب بسبب تناوله كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء الأكل. بالتحقيق مع سماح قالت إن جوزها كان بيمر بأزمة نفسية بسبب صدمته في صاحب عمره بهاء وخيانته ليه، ومن يومها بياخد مهدئات كتير. واليوم ده نامت وصحيت لقت علبة المهدئات فاضية على الكومود وهو ما بيتحركش، علشان كده استدعت الدكتور اللي أكد إنه مات. وبيتم استدعاء بهاء واستجوابه. انصدم أول لما عرف إن صاحبه مات، وشك إنه ما ماتش طبيعي وفي شبهة جنائية، واتهم مراته إنها هي اللي قتلته. وقال إن لما حاتم متجوز كان شايفه سعيد جدا في حياته الجديدة، لكنه بدأ يلاحظ إن سماح بتقرب منه وكانت بتتعمد إنها تضحك وتكلمه بطريقة تثير شك حاتم فيه، علشان كده بدأ إنه يبعد عنهم ويتلاشى وجوده في أي مكان سماح بتكون فيه. لكن بسبب الشغل كان معرض إنه يتعامل معاها. ويوم الحادث لما راح يقابل سماح مرات صاحبه زي ما هي اتصلت بيه وطلبت منه، افتكر إن في أمر خطير زي ما هي أوهمته. وبعد المقابلة دي حاتم دخل عليهم واتهموا إنه بيخونه. كمان بهاء اتفاجئ بكلام سماح لما قالت قدام حاتم إن عايزها تتطلق منه واتجوزها، ولما ضرب عليه النار برأه لأنه عرف إن صاحبه وقتها مخدوع، ومحاولش يقول ولا يبرر لصاحبه لأنه كان مهما قال وقتها حاتم كان مستحيل يصدقه. بتحريات رجال الأمن قدروا يوصلوا إن سماح على علاقة بميكانيكي. كمان وصلت معلومة إن الميكانيكي في الفترة الأخيرة كان بيتردد على أكتر من صيدلية في المنطقة يطلب منهم أدوية مخدرة، لكنهم رفضوا لأن نوع الدواء ده ما كانش إنه يتصرف إلا بروشتة. وبيتم القبض على الميكانيكي ومواجهته إنه له علاقة بقتل حاتم. بيعترف إن كل اللي عمله بس إنه جاب الحبوب المخدرة لسماح وإنها اللي عملت كل حاجة. وبيتم القبض على سماح اللي بتنهار وبتعترف على الواقعة، وإنها كمان خططت للتخلص من جوزها أول مرة علشان يقتل صاحبه والزوج يتسجن، لكن خطتها فشلت. علشان كده طلبت من الميكانيكي يساعدها ويشتري برشام، وهي اللي حطته لجوزها في الأكل، وادعت إن هو اللي أخذ الكمية الكبيرة من البرشام. وللأسف خطتها فشلت برضه لتاني مرة. وبعد التحقيقات والمحاكمات تم الحكم على سماح والميكانيكي بالإعدام.